ومن بعدها بصت امي عليه وقالت له اقعد يا ابني اقعد، انا حابه اصارحك بالشيء اللي مش حابه اموت وانا معلقاه في رقبتي. انا اسمي نورة. أنا عارفة إن قصتي هتكون صعبة على ناس كتير، لأني هحكي لكم اعتراف من أمي وهي بتموت دمر لي حياتي وحياة أختي. أنا اتجوزت زوجي على ضرة. لما جه طلبني للزواج صارح أمي وإخواتي بإنه متجوز، وقال لهم إنه هيجيب لي بيت لوحدي. وأنا بما إني ما كنتش جميلة وكمان أمي ما كانتش بتحبني، كانت عاوزة تجوزني وتخلص مني بأي طريقة. أنا لما عرفت إنهم هيجوزوني وإني كمان رايحة على ضرة اتجننت. تخيلوا بنت صغيرة عندها 20 سنة عاوزين يجوزوها لراجل متجوز وكمان عنده أولاد. أنا في البداية رفضت وقلت لأمي مستحيل إني أوافق إني أتجوزه، وقلت لها حسك عينك تفتحي معايا كلام في الموضوع ده تاني. كان عندي اختي الكبيره جت وقالت لي انت ليه مش موافقه انك تتجوزيه؟ انت مالك بضرتك؟ انت هيكون ليكي بيت لوحدك، انت في حالك وهي في حالها، وبعدين انت ما تضمنيش تجيلك فرصه زي دي تاني. راجل كويس ومرتاح ماديا وكمان هيكون عندك بيت لوحدك. اختي دي كانت بتحبني جدا وكانت حنينه عليا ودايما كانت بتدافع عني لما امي كانت بتقسى عليا. معايا اخويا الكبير دايما كان بيتخانق معايا ويقول لي انا شفتك بتتكلمي مع فلان وبتتكلمي مع علان، علشان كده امي كانت بتضربني ومنعاني اني اخرج من البيت، ولو خرجت لازم يكون يا اما مع امي او مع اختي الكبيره اللي كنا بنعتبرها في البيت امنا التانية. انا قلت خلاص انا ده نصيبي وهوافق وخلاص، وبالفعل اتخطبنا وبقيت بجهز زي كل البنات. جهزت حاجتي وجبت كل شيء، هو كمان اداني مهر وقال لي انت هتكوني زي اي بنت. اختي الكبيره ما كانتش متجوزه ومع ذلك عمرها ما غارت مني. قالت لي خلاص مش معنى ان انا نصيبي ما جاش انك تقعدي تستنيني، لا شوفي نصيبك واتجوزي وربنا يوفقك. اتجوزت زوجي وفي الايام الاولى عشت زي اي عروسه، كان بيحبني وكان بيجي عندي يوم ويوم لا، واليوم اللي ما كانش بيجي يبات عندي فيه كانت اختي بتيجي وبتبات عندي. انا اتاقلمت على الوضع ده، ولما كان زوجي بيروح وبيبات عند ضرتي ما كنتش حتى بكلمه في التليفون، وكنت فاهمه خلاص ان زوجي عنده زوجه تانية واولاد، وما كنتش بحط في دماغي اي افكار سلبيه وغيره من ناحيه ضرتي، لان الشيء ده انا كنت عارفه انه هيدمر لي حياتي. وفي يوم كان عندنا فرح اخو زوجي، رحت عند بيت اهله وكانت ضرتي هناك. جت هي لعندي وقالت لي انتي ضرتي؟ قلت لها ايوه. قالت لي ما تحطيش في بالك اني بكرهك، انا مفيش في قلبي من ناحيتك اي غل، وجابت كرسي وقعدت جنبي. فضلنا نتكلم والناس فضلوا يبصوا لبعض، ما كانوش طبعا متخيلين اننا ممكن في يوم من الايام يكون بينا اي تفاهم. اصلا انا ما كانش عندي اي خيار تاني، لازم اتاقلم واعيش. اصلي كنت فين هروح اتطلق وارجع تاني لبيت اهلي؟ مستحيل. انا البيت ده شفت فيه مواقف وذكريات سيئه عمري ما هنساها في حياتي، بس طبعا مش هيكون اسوأ من اليوم اللي امي اتكلمت فيه وهي على فراش الموت. انا كملت حياتي مع زوجي وتخيلت اني هعيش حياتي ملكة، بس الصورة اللي كنت رسمها لحياتي اتهدت في يوم عمري ما كنت اتخيل اني هشوفه. ضرتي اخدت رقمي وكانت دايما بتكلمني وبتطمن عليا. هي وبتكلمني قالت لي انا وافقت ان زوجي يتجوز لاني خلاص مش قادرة على كل متطلباته وكمان متطلبات الاولاد، وقلت اوافق انه يتجوز بدل ما يتجوز غصب عني او يروح ويعمل حاجة حرام وانا اخد ذنبه. وهو الحمد لله كانت حالته المادية تسمح وما كانش بيأثر مع واحدة فينا. كنا دايما بنتكلم انا وضرتي مع بعض. زوجي كان دايما بيقول لي خفي كلام معاها وما تروحيش عندها كتير، انتوا دلوقتي حلوين مع بعض بس ما تعرفيش بكره في ايه. كان بيخوفني بكلامه ده مع اني كنت شايفاها ست محترمه وفي حالها، ودايما كانت بتتعامل معايا بكل ود واحترام لما كنا بنتقابل في الافراح والتجمعات. المهم انا كملت حياتي على الحال ده، ومرت الشهور وما حصلش حمل. فضلت اروح عند الدكاتره علشان احاول اني احمل. زوجي جو قال لي انت هتفضلي تجري من دكتور لدكتور علشان الحمل؟ بقولك ايه، انا عندي اولاد ومش مهم عندي موضوع انك تخلفي ده. انا حسيت انه مش عاوز يخلف مني، لان كل مشاكله مع زوجته الاولى انها كانت بتهتم باولادها وما كانتش بتهتم بنفسها ولا بيه، وغالبا خاف من ان نفس السيناريو يتكرر معايا. شرط عليا انه مش عاوز يخلف مني، بس انا طبعا اتخانقت معاه وقلت له اني نفسي اخلف واكون ام زي باقي الستات. هو كل ما كنت بفتح معاه الموضوع كان بيخاصمني ويتخانق معايا ويروح ويقعد عند زوجته التانية باليومين والتلاتة، وما كانش بيرفع عليا حتى سماعة التليفون. وانا طبعا كنت بحس بوحدة وملل شديد.
جديد. في الفترة دي كانت عندي واحدة جارتي ساكنة في الشقة اللي قصادي، كانت ست كبيرة وعايشة لوحدها، أولادها كلهم كانوا مسافرين بره البلد. هي كانت مريضة فكانت بتجيب واحدة ست تساعدها في شغل البيت، وفي مرة جابت واحدة وما كانتش تعرفها كويس، ولما جت عندها الست دي سرقت منها كل الفلوس والذهب اللي كانوا معاها. جارتي لما اكتشفت السرقة فضلت تصرخ وتصوت والصوت كان واصل لكل الجيران. أنا زوجي كان منبه عليا إني أتعامل مع أي حد من الجيران، بس أنا بسبب صوت صراخ الست دي رحت ليها علشان أشوف في إيه وإيه اللي حصل معاها. لما رحت عندها أنا والجيران حكت لنا إنها جابت واحدة تخدمها، بس الست دي طلعت حرامية وسرقت كل الذهب اللي كان عندها. فضلت جارتي تصوت وتضرب على وشها وتقول الذهب ده بتاع بنتي اللي مسافرة فرنسا شايلاه عندي أمانة. المهم قعدنا نهديها ونصبر فيها، وواحد من الجيران أخدها ووداها المستشفى لأنها من كتر الزعل أغمى عليها وتعبت، ففوقناها وراحت على المستشفى. أنا رجعت لبيتي بس الست دي صعبت عليا جدا، كنت حابة إني أخفف عليها بأي شكل. بعد يومين حسيت إن جارتي دي ملهاش أي صوت، وزوجي في الوقت ده كان زعلان مني وما كانش بيجي عندي بسبب موضوع الخلفة اللي كنت بفتحه معاه. رحت لعند جارتي وقعدت أتكلم معاها، وهي سبحان الله حبتني جدا وقالت لي انها كانت بتجيب واحده تساعدها وكانت بتثق فيها وما كانتش فاكره ان الست دي نصابه وحراميه، وقالت لي انها بلغت الشرطه بس لسه ما وصلوش لاي حاجه، وهي مسكينه لوحدها واولادها كلهم مسافرين. ولما كلمتهم وعرفتهم اللي حصل قالوا لها فداكي يا امي اي شيء، اهم حاجه سلامتك. فضلت اهديها واقول لها اعتبريني زي بنتك، لو احتجتي اي شيء انا موجوده، ما تجيبيش واحده غريبه في بيتك، ولو احتجتي اي مساعده انا تحت امرك. هي فضلت تبكي وتدعي لي. بعدها قالت لي بقولك يا بنتي، البنت اللي على طول بتيجي عندك البيت وجوزك غايب تقرب لك ايه؟ قلت لها دي اختي الكبيره ولسه ما اتجوزتش وعشان كده بتيجي وتونسني لما زوجي يكون مش موجود. قالت لي شوفي يا بنتي انا اولادي كلهم متجوزين ما عدا واحد بس لسه ما اتجوزش ومسافر بره، بس الولد ده قريب من قلبي جدا وانا حابه اني اجوزه واحده من بنات بلده، لانه لو اتجوز واحده من البلد اللي بيسافر فيها هيعمل زي اخواته ويسافر وما يرجعش، عشان كده انا عاوزه اجوزه واحده تقعد هنا معايا وهو يروح ويجي علينا. انا سمعت الكلام ده وطرت من الفرحه وفكرت ان خلاص اختي ربنا هيكرمها وتتجوز وهتخلص من العذاب اللي شايفينه في بيت ابونا. ومن بعدها جت اختي لعندي وفتحت معاها الموضوع، قالت لي يا ريت انا نفسي اخلص من العذاب اللي عايشه فيه مع امك واخواتك. بعدها جت جارتي واتكلمنا في الموضوع وقالت لنا انه حابب يتعرف عليها ويتكلم معاها. في البدايه اخدت رقمه وفضلوا يتكلموا مع بعض في التليفون، وشافها في مكالمة فيديو، هو عجبها وهي عجبته جدا. بعد شهرين جاء ابن جارتي من الخارج وكلم بابا وماما واخواتي وقال لهم انه عاوز يجي ويخطب اختي، وحكى لهم انه عايش بره وان امه هي اللي شافتها وعجبتها وقالت له عليها وهو حب يجي ويتعرف علينا. وطبعا ما قالش انه كان بيتكلم معاها في التليفون لانهم لو عرفوا هيقتلوها. امي كانت قاسية جدا وبتكرهنا، واحيانا لما كنا بنتكلم مع بعض انا واختي كنا بنقول اننا حاسين ان دي مش امنا اللي خلفتنا من كتر قسوتها علينا. وافقوا اهلي على العريس ده. بعدها جت امي وقالت لها انت ناويه تسافري معاه؟ قالت لها لا يا امي انا هسكن مع امه قدام شقه اختي، ست طيبه جدا وانا حبيتها وكمان انا اعتبرتها زي امي. قالت لها يا سلام انا احمل واخلف واربي وهي تتعرفي عليها من شهرين وتقولي زي امي؟ وفضلت تتخانق وتعايرنا وقالت لها اكيد انت تعرفيه من البدايه وعلى علاقه معاه، وفضلت تهين فيها. المهم تمت الخطوبه، ومن بعدها اختي كانت بتتكلم مع خطيبها في التليفون وكانت بتتفق معاه وبتخرج تقابله لانه خلاص المفروض كانوا هيتجوزوا بعد شهرين. وفي مره امي سمعتها وهي بتكلمه في التليفون وقومت الدنيا عليها، عرفت بابا واخواتي وفضلوا يضربوها ويقولوا لها انت واحده ما عندكيش اخلاق ولا دم. اختي كلمتني وهي منهاره وقالت لي شايفه امك عملت فيا ايه؟ انا طبعا فضلت اصبر فيها واهديها. فات اسبوع على الموضوع ده واختي ما كانتش بتعرف تتواصل مع خطيبها لان طبعا بابا اخد منها التليفون. اختي كانت بتتواصل معايا من تليفون اختنا الصغيره وطبعا من ورا بابا وماما، وكانت كمان بتكلم خطيبها من على تليفون اختي بس طبعا مش كتير. في الفتره دي امي تعبت جدا واكتشفنا ان عندها مرض خطير وحالتها متاخره وتقريبا كانت في اواخر ايامها. انا بصراحه زعلت عليها، هي صحيح قاسيه علينا وبتكرهنا بس هي في النهاية أمي. كنت بروح عندها وكانت بتفضل تقول لنا أنا خلاص هموت، انتوا خدوا الذهب وقسموه على بعض، إنما البيت فده من نصيب إخواتكم الأولاد، انتوا خلاص كل واحدة وهتبقى لها ببيت. وكانت بتفضل تتكلم كلام غريب ما كناش فاهمينه. أختي الكبيرة حست وقالت لي أنا متأكدة إن أمي في أيامها الأخيرة وخلاص هتموت. قلت لها انت ليه بتفولي عليها؟ هي تعبانة شوية وهتبقى كويسة. من كتر اللي عملته فينا أمي خلى أختي الكبيرة تكرهها، وأختي الصغيرة هي اللي كانت
كانت بتراعيها وتأكلها وتغير لها. أما أختي الكبيرة فدايما كانت قاعدة في أوضتها حزينة على تصرفات أمي معاها، اللي حتى وهي على فراش الموت بتفضل تسخن عليها اخواتي الشباب وبابا وتقول لهم حسكم عينكم، حتى لو مت ما تخلوهاش تتكلم مع خطيبها في التليفون ولا تخرج معاه، راقبوها كويس وخلوا عينكم عليها. وانا دايما لما كنت بروح شقتي كنت بتكلم مع خطيبها في التليفون علشان يعني اهديه واصبره على الحال ده واقول له معلش اصلها تعبانه شويه علشان كده مش عارفه تتواصل معاك، وبفضل يعني اطمنه عليها علشان ما يزهقش ويقلق من الموضوع. المهم انه قال لامه ان الفرح هيعمله بعد 4 شهور، وقال كمان انه حاسس ان اخواتي مش موافقين عليه. انا كنت بفضل اقنعه ان مفيش اي شيء، خفت انه يسيب اختي او انه يفسخ الخطوبه لان اختي كان سنها كبر، وخفت ان الفرصه دي تضيع عليها. في الايام دي زوجي كان زعلان مني وقاعد عند زوجته التانية. بعد 3 ايام جه زوجي عندي وكان لسه رقم خطيب اختي على تليفوني. في اليوم ده حسيت ان زوجي مش حابب انه يتكلم معايا، قعد جنبي في الاوضه، حاولت اني اراضيه وتصالحنا. كنت عامله تليفوني سايلنت وسايباه فوق الكومودينو. بعدها التليفون فضل ينور يعني في حد بيرن. زوجي قال لي شوفي تليفونك بيرن. انا اتوترت وقلت له لا 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 مش بيرن ولا حاجه. هو حس اني مش على بعضي، فراح وجاب التليفون ولقى ان في رقم غريب هو اللي بيرن، والكارثه انه لما فتح لقى صوت راجل غريب هو اللي بيتكلم. رمى التليفون في وشي وقال لي ايوه انا فهمت دلوقتي ليه كل لما اجي عندك تعملي مشاكل وتفضلي تنكدي عليا علشان انا اروح للبيت التاني وانتي تاخدي راحتك هنا يا قليله الاصل يا خاينه. وفضل يضربني وجرجرني من شعري في الاوضه. انا فضلت ابكي واقول له والله انا بريئه انت ظالمني، اقسم بالله ما عملت اي حاجه. بس هو ما سمعش مني وفتح الدولاب وفضل يطلع في هدومي ويرميهم على الارض ويقول لي يلا يلا اطلعي من بيتي غوري في داهيه. انا لبست هدومي ونزلت معاه وركبنا العربية، وطول الطريق طبعا فضل يشتمني ويعايرني لحد ما وصلت البيت أهلي. تقريبا الساعة كانت 9:30 بالليل. راح لبابا وقال له بنتك خاينة وبتخدعني وبتكلم راجل تاني. بابا كمل عليا وقال لي انت زيك زي اختك ما تنفعوش في بيوت ابدا. والكارثة ان زوجي كان واقف وسمع الكلام ده. بابا فضل يهدف زوجي، قال له حقك عليا يا ابني، ادخل تعالى نتفاهم. ودخله الأوضة عند أمي وقال له معلش حماتك مريضة شوية ما تعملش مشاكل. أنا كنت سامعاهم من بعيد. زوجي كان متعصب وقال لهم ان في راجل غريب بيرن على تليفوني وبكلمه. المهم خلاص عرفت ان حياتي معاه هتنتهي. امي صحيت على صوتهم وقالت له انت مين يا ابني؟ بابا قال لها هدي نفسك انت تعبانه. ومن بعدها بصت امي عليه وقالت له اقعد يا ابني اقعد، انا حابه اصارحك بالشيء اللي مش حابه اموت وانا معلقاه في رقبتي. بص عليها وهو مستني الكلام اللي هتقوله له بفارغ الصبر. انا حطيت ودني على الباب علشان اسمع الكلام اللي هتقوله امي، والكارثه في الكلام اللي قالته امي قالت له أنا بنتي دي عملت لها سحر وأعمال علشان تتجوز، حتى أختها التانية المخطوبة أنا برضو عملت لها أعمال علشان سوقها يمشي وتتجوز. أمي ما كانتش دارية بنفسها في الوقت ده، بس الكلام اللي قالته دمر حياتي وحياة أختي في نفس الوقت. زوجي خرج من البيت زي المجنون بعد الكلام اللي سمعه من أمي، وده طبعا بوظ الموضوع أكتر بعد ما لقى الرقم الغريب اللي بيتكلم على التليفون. أمي في الفترة دي كانت بتخرف وما كانتش واعية لكلامها، بس هي في شبابها كانت بتعمل أعمال للبنات بالمحبة وبتعالجهم من الجنون. بس أنا عمري ما عملت سحر لزوجي ولا أمي حتى عملت لي السحر. أنا وأختي أبرياء من التهمة دي اللي اتهمتنا بيها أمي وهي بتموت. أنا بعد ما سمعت الكلام ده بقيت زي المجنونة. رحت عند أختي هي تبكي وأنا أبكي، وقعدنا نحضن في بعض وندعي عليها بالموت ليل نهار. بابا عارف إننا مظلومين من موضوع الأسحار ده، بس جه عندي وقال لي لو اتأكدت إنك بتخوني زوجك هذبحك بإيدي. وبص على أختي وقال لها وإنتي كمان لو كنت بتتكلمي مع خطيبك أو بتقابليه من ورانا هعمل فيكي زي ما هعمل فيها. أنا فضلت أبكي وأدعي ربنا يفك الضيقة اللي أنا فيها، وفضلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله كتير علشان ربنا يفرج همي. بعد الموضوع ده بيومين خطيب أختي كلمها وفسخ الخطوبة، وقال لها مستحيل إنه يتجوز واحدة بتاعت أعمال وأسحار، لأن زوجي بعد ما روح البيت فتح تليفوني وكلم الرقم اللي كان بيرن وعرف إنه خطيب أختي وإن أنا كنت بكلمه علشان أصلح بينهم، وقال له اللي أنت عاوز تتجوزها دي بتاعت أعمال وأسحار، وجابوا رجلك بالأعمال والأسحار بتاعتهم، حتى أنا زوجتي زيها بتاعت أعمال وأسحار. وقال له أنا مش بفتري عليهم، الاعترافات دي اعترفت لي بيها أمهم بلسانها. بعدها زوجي رمى عليا يمين الطلاق وراح وحكى لزوجته الأولى كل شيء، بس الحمد لله ضرتي طلعت بنت حلال لدرجة ما تتخيلوهاش. كلمتني عند أهلي وقالت لي أنا حابة أسمع من الطرفين. حكيت لها كل الحكاية وهي تعاطفت معايا وقالت لي أنا هتكلم مع زوجي وهفهمه كل الموضوع. وفعلا هي فضلت تقنع زوجي وتعرفه إن الموضوع مش زي ما هو فاهم، وقالت له أمها دي مريضة وبتخرف، ولو حابب إنك تروح بنفسك علشان تتأكد من الدكتور اللي بيعالجها من كل كلام يروح. وبالفعل في الأيام دي توفت أمي اللي حتى ما قدرتش إني
إني أقول ربنا يرحمها. ومن بعدها وبفضل ربنا زوجي اقتنع بكلام ضرتي ورجعني لبيتي. أما أختي فخلاص حياتها انتهت مع خطيبها اللي قفل الموضوع نهائي. رجعت بيتي وحياتي اتصلحت مع زوجي اللي وافق بعد فترة إني أتعالج، والحمد لله خلفت بنت، وشرط عليا إني مخلفش تاني، وعايشة حياة مستقرة مع زوجي وبنتي. طبعا علاقتي بجارتي اتقطعت نهائي، وزوجي حرج عليا إني أتعامل مع أي واحدة تاني من جاراتي. أما أختي فعايشة حياة الذل مع بابا وإخواتي، سنها كبر ومفيش أي حد بيتقدم علشان يخطبها، وأنا في كل وقت بتمنى من ربنا إنه يكرمها ويرزقها. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.